ادخل. مساء الخير. مساء الخير يا عبد المجيد. الواد خليل اختفى من المزرعة. اختفى؟ يعني ممكن يكون هو اللي عمل العملة. مش عارف. على كل حال أنا كنت بحضر في هدومي. انزل قول لجمالات تحضر حاجتها وتشوف الولاد تلمهم. على فين يا استنعمت؟ هنسيب المزرعة يا عبد المجيد، هنرجع لبلدنا. نرجع على بلدنا؟ أيوة، ما عدلناش عيش هنا. ورطنا الراجل ما فيه الكفاية. ادي انت بتقول خليل هرب، وده أكبر دليل على إنه هو اللي عمل العملة السودة دي. اتفضحنا بما فيه الكفاية. من جهة اتفضحنا حصل، بس انت مالكيش ذنب يا استنعمت. ازاي ماليش ذنب؟ ما هو كل ده في وشي أنا يا سي عبد المجيد. عندك حق يا استنعمت، عندك حق. لكن ارجع واقول لك، انا لو منك اتخلص من اللي جايبين لي البلاوي دول كلهم. انا هلم عيالي وامشي، وخليك انت ببيتك ومطرحك، وساعتها مفيش حاجة هتعيبك ابدا يا ست الستات. واذا كان على الارض ما هيش جريمة يعني. لا يا سي عبد المجيد، هنمشي كلنا. ايه يا ولاد بتعيطوا ليه؟ نصيبنا كده، ربنا مش رايد لنا. بقى ده اسمه كلام يا استهانم؟ بقى هتسيبينا وتمشي؟ ده احنا من غيرك منسواش تعريف. لا شد حيلكم، مال لازم المزرعة تفضل شغالة وعال. ولا شغالة ولا عال ولا حاجة أبدا. ما تقولش كده يا فتحي. جاهزة يا جمالات؟ ايوه يا اختي. يلا يا ولاد يلا بسرعة. خد يا سي فتحي، دول مفاتيح اللوري، يبقى سلمهم للبيه. بقى ده معقول؟ الله يجازي اللي كان السبب. يلا يا ولاد. يا سي فتحي، يا سي فتحي. ايه مين عايز ايه انت كمان؟ جماعة من مصر جايين يسحبوا المكن. مكن ايه؟ هو ده وقته؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا جواب عشان نستلم كل المعدات وماكينات المية. ايه؟ ومين اللي اداك الجواب دي؟ الست راجية في مكتب محمود بيه. اعمل ايه يا استنعمت؟ اسلمه المكن؟ الست راجية هي اللي بعتك؟ يعني مش محمود بيه اللي قال لكم؟ لا مش محمود بيه. هيخربوه.